أهلا بيكم في رحلة وعي، المكان اللي بنفتح فيه قلوبنا قبل عقولنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا مرينا بيها أو شفناها أو سكتنا عليها: التنمر، اللي بيبدأ بكلمة بس بينتهي بجرح صعب يتنسس. معانا النهاردة ضيف مختلف، صوت الناس اللي اتأذت وسكتت، صوت اللي وجعهم خلاهم يفهموا الحياة دي من زاوية تانية. معانا النهاردة مستر فايبس. اهلا بيكم. انا مش جاي لكم النهارده علشان اتكلم كخبير، انا جاي اتكلم كحد اتوجع، حد قالوا له كلام يضايقه. انت تخين، انت مش شبهنا، صوتك وحش، لبسك غريب. وكنت بسكت، بس السكون ده ما كانش هدوء، كان حرب جوايا. كل يوم ما كنتش عارف الكلام اللي وجعني ده يصنف تحت بند ايه، بس لما كبرت ووعيت وعرفت انه تنمر. امتى حسيت ان الكلمة دي مش هزار، انها وجعتك بجد؟ انا فاكر اللحظة دي كويس. كان عندي 13 سنة وقتها. حد ضحكهم عليا قدام الكل وقال كلمة لسه بتدوي في دماغي لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي. هي ما كانتش كلمة صراحة، هي كانت سهم طلع من بقه ورشق في نفسي. ساعتها الكل ضحك عليا وانا ضحكت معاهم، بس جوايا كنت بتكسر حرفيا. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ سكت ولا بدأت ترد؟ سكت، بس بدأت أكتب، بدأت أتكلم مع نفسي وأقول لنفسي أنا مش اللي هم شايفينه، أنا اللي ربنا شايفه. كل كلمة كانت بتوجعني حولتها لدرس، وكل ضحكة كانوا بيضحكوها عليا رجعت أضحك بيها، بس على لحظة قوتي مش على لحظة ضعفي. يعني دلوقتي لو حد من المشاهدين بيسمعنا ولسه بيتوجع من كلمة تتقاله أو من موقف أو من سخرية، تحب تقول له إيه؟ حابب أقول لكل حد اتعرض للتنمر، كبير كان أو صغير، ما تصدقش الصورة اللي هم رسموها عنك، صدق الصورة اللي جواك. مش يمكن مشكلتك إنك واقف قدامهم من غير درع، من غير حاجة تدافع بيها عن نفسك؟ قلبك نضيف بس مكشوف، وده مضايقهم، بيستفز اللي قلبهم مليان شوك. الناس بتتوه قدام اللي عينه ثابتة وواثق من نفسه وصوته مطمئن. انت واقف قدامهم نصك سايب والنص التاني بتداري نفسك منهم. نيتك طيبة لكن طرية، بتسكن نفسك وتقول بكرة يحوشوا عني أو يستحوا أو يفهموني. الحقيقة إن الناس بتمتحنك وبتشوف رد فعلك من تنمرهم عليك، يا إما تلم نفسك يا إما يتلم عليك. عمرهم ما يجوا جنب حد واثق من نفسه، بيفتشوا في ضعفك عشان يفتحوا فيه باب يتنمروا بيه عليك. أول درس للنجاة: اقف قدام المراية وكلم نفسك. أنا مش عاجبني اللي أنا شايفه، مش عاجبني سكوتي وقت ما كان لازم أتكلم، مش عاجبني هروبي وقت ما كان لازم أواجه، مش عاجبني إن فلان قفلني بردوده وببروده وسكتله، مش عاجبني إن قلبي نضيف بس ظهري مكشوف، مش عاجبني إن مستني العالم يرحمني وأنا مش برحم نفسي. محتاج تراجع نفسك كأنك بتهد بيت علشان تبنيه من أول وجديد. اسأل نفسك أسئلة من نوع: أنا بمشي إزاي؟ بفتح الباب إزاي؟ برد على الاستفزاز إزاي؟ بتعامل مع خيبتي إزاي؟ وبعدين تاخد القرار، مش قرار شكلي، قرار في صميمك. جسمك اللي هو كل حاجة بتبدأ منه، كل وقفة واثقة، كل نفس عميق، كل رد حازم، كل هدوم لابساك مش لابسها. جسمك هو أول رسالة، لو الرسالة دي بايظة اللي حواليك هيقراك غلط. ابدأ بالرياضة بأي شكل، في البيت، في الشارع، في الجيم، انت ومجهودك. ما تستناش حد يشجعك.
وانسى السحر. موضوع انك تبقى عضلات وجامد مش لازم، رياضة على الخفيف. الفكرة فيها انك تبقى صلب تقيل، ما تتهزش، تبقى وازن نفسك. تاني حاجة، طلع عقلك من التلاجة، اقراه، فكر بيه شوية، حلل، اسأل، ما تتفرجش على تفاهات. خلي فيك طبقة عقل تمنع الغباء انه يوصل لقلبك. خليك تقيل في الحوار، تقيل بأفكارك. ابني مهارة، أي مهارة، حتى لو طبخ، غنى، حتى لو صيانة، لعب كورة. المهارة بتديك إحساس إنك موجود ومتعاز، الناس عايزينك، مش مزعود فيك. ولما تعرف تتكلم، اتكلم ببطء، بثقة، بصوت مسموع، بعيون ثابتة. مش عايز تتكلم، ما تتكلمش، ما تبررش، قول لأ. كل لأ بتقولها من غير تردد بتبني سور جديد حوالين كرامتك. الناس بتحترم اللي كلامه ليه تمن، واللي حضوره مش ببلاش، واللي مشاعره مش مكشوفة، واللي ما بيتهزش كل ما حد نفخ وشه عليه. خليك دايما حاطط حدود، حدود تحميك مش تعزلك. ولما حد يتجاوزها قول له اقف هنا، مش بغل لكن بحسم، مش بشتيمة لكن من غير مسامحة. لأن اللي بيجربك مرة هيرجع يكرر التجربة لو ما خدش إجابة قوية من أول مرة. والناس بتحب تستسهل، ولو لقيتك صعب هيحترموك، ولو لقيتك متاح هيستهلكوك. خليك قيمة. ابني شبكة علاقات، مش لازم تبقى كبيرة بس تبقى حقيقية. الناس اللي يشوفوك وانت واقع ويفضلوا قاعدين جنبك، وجودهم بيقويك. الناس اللي مش بيسقفولك وانت بتغلط، ولما تيجي تصلح مش بيسيبوك، دول اللي تبني بيهم. وكون دايما اللي ياخد خطوة، اللي يتكلم، اللي يقود. المبادرة هتبني سور ثقة جديد لنفسك ولذاتك. ابدأ حتى لو جوه منك صوت بيقول مفيش فايدة، كذب الصوت ده، لانك لو مشيت وراه هتقعد في نفس الحفرة طول عمرك. ايه اكتر حاجة نفسك الناس تفهمها عن التنمر؟ اكتر حاجة نفسي الناس تفهمها عن التنمر ان هو مش هزار، مش كلمتين وخلاص بنقولهم. الكلمة اللي انت شايفها هزار ممكن تفضل عايشة في دماغ حد طول عمره. فلو مش هتقول خير اعمل زي سيدنا النبي فليقل خيرا او ليصمت. طيب تقدر في عجالة توجد لنا الخطوات العملية اللي الآباء أو الأمهات يقدروا يمشوا عليها علشان يتعاملوا مع أولادهم لو تعرضوا للتنمر، أو لو أي فرد عموما اتعرض للتنمر يعمل إيه؟ خطوات نقدر نمشي عليها المشاهدين يستفادوا بيها من حلقتنا معاك. ابدأ من المراية، بص لنفسك وقول أنا مش راضي وعاوز أتغير. اكتب كل كلمة وجعتك وانفي الصفات اللي مش حقيقية، واشتغل على اللي محتاج يتغير. بالنسبة للجسم، رياضة حتى ولو ربع ساعة يوميا. وبالنسبة للعقل، اقرأ روايات خفيفة أو اسمع ملخصات كتب. تابع ناس ملهمة زي مستر فايبس، وهتلاقي في وصف الفيديو أو في الكومنتات أبرز 10 أشخاص ملهمين يقدر المتابعين يتابعوهم، وممكن يشاركونا لو في شخصيات تانية في التعليقات. قول لأ 3 مرات في الأسبوع من غير مبررات، وعبر عن رأيك بهدوء حتى لو مختلف. احمي خصوصيتك، ما تبقاش متاح طول الوقت. خليك مفيد بس بشروط. اختار مهارة تطور نفسك فيها. ساعد 2 بس في الأسبوع من غير ما تفرط في نفسك. واسأل نفسك دايما أنا مفيد في إيه؟ لو اختفيت الناس هتحس بإيه؟ خلي حواليك 3 بيحبوك وقت ضعفك، واحذف 2 توكسيك بيكسروا ثقتك في نفسك. واتكلم مع حد حقيقي كل أسبوع ولو ربع ساعة بس من قلبك. رحلتنا النهاردة كانت من وجع لسكون، ومن سكون لقوة. لو الحلقة لمست فيك حاجة شاركها مع اللي محتاج يسمعها، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر كلمة وجعتك زمان وبقيت اقوى منها النهاردة. استنونا في حلقة جديدة من رحلة وعي فيها صوت
بيواسي وبيوعي وبيحس.